قررت المحكمة الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب الشعب كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا أليف بدلالة المادة 12 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005، وحددت العقوبة وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بدلالة العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 قرارا حضوريا وبالاتفاق. ثانيا الحكم على صدام حسين مجيد نحن أهلها بالسجن 10 سنوات ارتكاب إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا دال بدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005، وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة 421 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا لسنة 2005 قرارا وبالاتفاق. كل الذين انحرفوا. ثالثا الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالسجن 10 سنوات لارتكابه التعذيب كجريمة ضد الإنسانية وفقا لأحكام المادة 12 أولا واو بدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا 333 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل قرارا بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 2005. الله أكبر. رابعا تنفذ العقوبة الأشد بحق المدان استنادا أحكام المادة 142 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل قرارا حضوريا قابلا للتمييز فيما بتاريخ اليوم. اخذوا اسمع الحكم الصادر بحقك. اسمع حتى تكون تفهم الحكم، حتى تفهم شنو هالعياط.